كان في مهندس مش لاقي شغل، وكان شايف إن السوق كله مليان أطباء، فقال لنفسه: أفتح عيادة وأعمل نفسي طبيب، وحط إعلان على باب العيادة: الفحص ب1000 جنيه، ولو ما اتعالجتش هتاخد 2000 جنيه. المهم، مر قدام العيادة دكتور، استغرب وقال في نفسه: 2000 جنيه سهلة، أكيد ده نصاب. دخل على المهندس وقال له: أنا مش حاسس بطعم الأكل، ممكن تعالجني؟ المهندس قال للممرضة: جيبي أنينة الدواء رقم 15 ودي 3 نقط. لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. الممرضة قطرته، فالدكتور قال: تف، ده بنزين. قال له المهندس: مبروك، رجعت لك حاسة التذوق، هات ال1000 جنيه. الدكتور اتضايق وقال: لازم ينتقم. وبعد يومين رجع وقال للمهندس: بصراحة حاسس إني بنسى كتير، ممكن يكون عندي زهايمر. المهندس قال للممرضة: جيبي الأنينة رقم 15 ودي 3 نقط. الدكتور قاطع وقال: ده مش بنزين. قال له المهندس: مبروك، رجعت لك ذاكرتك، هات ال1000 جنيه. الدكتور مش مصدق اللي بيحصل، وقال في نفسه: إذا المرة الجاية ما جابش فلوس هعتزل الطب. وبعد أسبوع رجع وقال له: يا معلم، مش قادر أشوف كويس، يمكن فقدت بصري. قال له المهندس: دي حالة ماليها علاج عندي، خد 1000 جنيه وسامحني. الدكتور اتنطط من الفرحة ومد يده علشان ياخد 2000 جنيه، لكن لما شاف الفلوس لقاها 500 جنيه بس. غضب وقال له: لكن دي 500 مش 1000. قال له المهندس: مبروك، رجع لك نظرك، هات ال1000 جنيه.